بص بقى يا ام يوسف، ويا كل من انت زي ام يوسف، خدي بالك بقى، والكلمتين دول ما لهمش تالت. لما تحب تمنع حاجة عن عيل ما تدخلهاش البيت اصلا، ولما يمشي من جنبها في مكان ممكن تبقى موجودة جنبها يا تخبي عينيه يا ما تدخلوش من الشارع بتاعها اصلا. مفيش حاجة اسمها اصل العيل الصغير انا جبت النوتيلا ولا جبت كوبايه الازازه اللبن الكيلو والواد بيخلصه في يوم، او بيمسك النوتيلا بيمسكها لحد ما يخلص عليها. ما ينفعش يا ست البنات، كلمه ورد غطاها. انت عايزه تمنعي حاجه من عيلك ما تخليهوش لا يشوفها ولا ايده تطولها. إيه لو شافها ايده هتطولها مهما يكن، حتى لو كنت حطها فوق الدولاب وابنك عنده سنه. هيجيب كرسيين، هيزق، هيطلع على الحيطان، هيعمل شقلباظات، هيعمل شمبانزي، هيعمل لك الاب وورلد، اي حاجه. المهم ان هو هيعمل لك فيها قرد وهيطلع لحد ما يتسلق ويوصل للحاجه دي. فما تعمليش ذكيه، لان ببساطه جدا انت ما انتيش ذكيه، انت طيبه وغلبانه وعيلك اذكى منك بمراحل. ففكري بدماغ عيل علشان خاطر تعرفي تعيشي وتتعاملي وتعرفي تخبي الحاجه منه. اتنين، دايما كان في على موقع الامريكان اكاديمي كده كان يقول لك لما تحب تمنع حاجه عن عيل صغير ما تدخلهاش وما يشوفهاش وايده ما تطولهاش. تاني، الثلاثه لازم يبقوا الثلاثه مع بعض. اللي هو ايه؟ اللي هو ما تدخلش البيت، لانها لو دخلت البيت هيجيبها هيوصل لها. طب ولو انت حاططها في مكان اعلى من ايديه، يا هتقهره يا اما هيوصل للدرجه ان هو ممكن يجيب اي حاجه حرفيا. ممكن يحدفها باسمها دي بموبايل، ولا يحدفها باي حاجه، وساعه الحدف هيحدف باحلى حاجه عندك، يحدف بالبيبي ليس، يحدف بالموبايل، يحدف بازازه البرفيوم بتاعتك وهيعرف يجيبها، او يحدف بعلبه الدبابيس لو انت محجبه كمان. فهيحدفها وهتقع، فهياخدها وهيستفرد بيها ومشاكلها كتير، لان احنا هنزعل من نفسنا. ازاي ان العيل البزوقه دوت ولا البزوغه ده هو اللي قدر يمشي كلامه وقدر يعمل كل المصايب فينا، وانت قاعده جنبه تقول ايه؟ يا ابن واخيرا بقى عشان نبقى نكمل، لا لسه مش اخيرا، لسه في حاجات لازم اقول عليها. يمو يوسف، ركزي في حوار مهم قوي. العيل الصغير ما بينقدرش، ولما بنيجي نطلب من الام حاجه عشان العيل يعملها بنقول لها ايه؟ بنقول لها اعملي عكس اللي انت عاوزاه، عشان لما تيجي تطلبي اللي انت هتقولي للعيل فهو يعمل عكسه. فهو عمل اللي انت كان نفسك تقوليه ان هو يعمله، لكن انت قلتي له العكس فهو عمل العكس، فهو عمل اللي انت عاوزاه بس في نفسك. حد فاهم حاجه؟ هو اللي انا بقول لك عليه ده عبيط النهارده؟ لا مش عبيط، ده انا لسه هحط عليكم النهارده بكل المواقف اللي احنا بنحاول نتزكى فيها على العيال الصغيرين. العيال الاذكياء ما عندهمش كميه الضغط النفسي والمعنوي اللي موجود معانا دلوقتي، اللي هو الدولار بقى بكام ونازل كام ومين رايح ومين جاي والبيضه بقت بكام وطبق البيض هو ايه اللي تاني اللي لسه ما حطش علينا. المهم يعني، فركز. اللي بعديها، اصل العيل ممكن ادخل له عصاير محفوظه. حضرتك هات العصير اشربيه، العبوه خليها معاكي، هاتي سرنجه 20 عصير البرتقال على جزر حطيهم فيهم زيهم زي العصير البيور. نفس العصير، يمكن العصير البيور فيه مزازه كده بايخه سنه صغيره وانا ما اضمنوش، لكن انت لما تجيبي برتقال على جزر وتعمليهم هتجيبي عليهم كيوي. يا سيدي الكيوي غالي، هاتي الليمون، ما عرفتيش هاتي الاستفندي، اساسا الكيلو كان ب 5 جنيه امبارح على طريق اسماعيليه، فهاتي واضربي في الخلاط وحطي وعصري العيل الصغير وحطيه. ما عرفتيش ارميه بقشره وسيبي العيال تاكل الحاجه بقشرها، بس اغسليها من الطينه، ولو نسيتي الطينه هترفع مناعته ومش هتجيب له نزله معويه. ايه اللي هيجيب نزله معويه للعيل الصغير؟ اللي هو هس دماغ حضرتك اللي طول النهار قاعده عماله تمسحي بميه وصابون وديتول وكلور وكحول على ايد العيل الصغير، بهدلت العيل وجبت له اكزيما وضيعت مناعته ونزلتها في الارض، وفي النهايه خالص تقولي اصل انا بفهم. لا يا فندم، لا انت مش بتفهمي، انت طيبه وغلبانه، وهي ده اخر مجهود دماغك وده اخر مجهود دماغي في الكلام انا كمان. فعيلك ما بينقدرش، وركزي على قد ما تقدري ان الحاجه ما تدخلش البيت، لانها لو دخلت البيت هيجيبها، وما تخليهاش في مجال رؤيته، لانه لو شافها قسما بالله لا يكسر البيت كله لحد ما يجيبها، وممكن يطلع على الثلاجه وممكن يخش وراه، ممكن يخش على المطبخ وتلاقيه بيتسلق زي العرسه زي الفار. واخيرا كمان ان ايده ما تطولهاش، لانه ايده لو طالتها مش هتطولها هي لوحدها، لا هتطولها وكل ما هو في سكتها. ده ما بيشوفش قدامه، ده تريلا من غير فرامل. تفرحوا بيهم، ربنا يسترها علينا وعليكم. يلا سلام عليكم.